من اكتر الحاجات اللي الستات بتبقى متحيره فيها والرجاله بيبقوا متحيرين فيها، هم ليه مستمرين في علاقه هم مش راضيين عنها. يعني الست ممكن تقول لي انا مش مبسوط بس مستمريه في العلاقه حتى لو كانت العلاقه الجنسيه، والراجل يجي يقول لي مش مبسوط، وبالنسبه لهم هم مش فاهمين هم مستمرين ليه. هنلاقي ان هم بيستمروا في علاقه غير مرضيه للطرفين، ممكن يكون بسبب لا حول لي ولا قوه وانا هعمل ايه، خوف من ان الطرف الثاني ممكن يغضب او ممكن يعمل تصرفات انا مش عايزاها او انا مش عايزها، وممكن يكون لان انا اصلا ما اعرفش هو انا المفروض اعمل ايه عشان ارضى عن العلاقه. الاستمرار في علاقه غير مرضيه يعتبر مؤشر لوجود خلل في الاداء في الوظيفه، سواء عند الست او عند الراجل. وان ما كانش خلل في الاداء في الوظيفه على المستوى البيولوجي المراحل المختلفه، او ممكن يكون خلل في فكرتي عن العلاقه اصلا. انا بستمر فيها وانا مش مبسوطه لان اكيد في اهداف تانية، في اهداف مستخبيه، عايزه تخلف، مش عايز يطلق، هي الحياه ماشيه، هي ما اشتكتش وانا ما اشتكتش. ففي ناس تبقى عندها اسباب كتير قوي ليه مستمريه في علاقه هي مش راضيه عنها. اصل انا شفت مش هينفع اطلقه، ليه؟ ابويا وامي مش هيوافقوا، انا مش هينفع اسيبه، ليه؟ عشان مش عايزه ارجع بيت اهلي تاني، هو انا اهلي توفوا فهروح اقعد فين؟ اصل انا مش هينفع اسيبها، ليه؟ اصل انا اتعودت عليها، انا مش هينفع اسيبه، ليه؟ عشان خاطر القدره الماديه والمستوى اللي انا عايشه عليه مش هقدر اوفره لنفسي او لاولادي. فتستمر في علاقه حميمه غير مرضيه ليها وبالتبعيه غير مرضيه للطرف الثاني، وهو بيستمر في نفس العلاقه ومش مبسوط فيها. فعشان كده اسباب عدم الرضا هي اللي بنبحث عنها لما يكونوا مستمرين فيها ومش مبسوطين.